السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم كرام العيدي في حلقة جديدة. حلقة النهاردة بعنوان نسر الأهلي يحلق ويقهر الختان والدياب. طبعا كلنا يمكن شفنا قبل مباراة الأهلي والمحلة غزل المحلة صفحة رسمية لغزل المحلة، وهم كانوا منزلين صورة للحوت وبيقولوا مهما كانت قدراتك على التحليق فلن تقهر الحيتان او لن تقدر على الحيتان او احذر من الحيتان، حاجه زي كده يعني. لكن احنا شفنا في المباراه كلها الاهلي ازاي نسر الاهلي حلق حاليا وقهر الحيتان، وقبلهم قهر الدياب. زي ما قلنا احنا يمكن كلنا شفنا في الاسبوع اللي فات بعد ما غزل المحله قدر يفوز على الاتحاد السكندري في اسكندريه 2-0، حصل مشكلة بين إدارة المحلة وبين بابا فاسيليوس المدرب المدير الفني لغزل المحلة، اللي زي ما عرفنا يعني إن حصل مفاوضات بينه وبين إدارة النادي المصري، وأقنعوه إن هو يتنقل لتدريب المصري بعد ما كان بياخد 12,000 في المحلة، فياخد 75,000 في المصري. طبعا المدرب قال لهم ان انا جاي لعرض تاني او طلب انه يمشي. الدنيا قامت بقى وما قعدتش يعني، وحصل مشاكل بعد كده في النادي، وحصل محافظ الغربية نفسه انتفض للموضوع وبدأ يدور يحاول يرجع بابا فاسيليوس، والنائب احمد دياب رئيس رابطة الأندية اللي ما اعرفش ماله يعني علاقته بالمدربين، فدي ما لهاش اي علاقة بروابط الانديه. رابطه الانديه انت المفروض تدير المسابقه، مالكش دعوه حد مشي من نادي، حد جه نادي، مدرب راح من نادي لنادي، دي مش مسؤولياتك، انت ليك اداره المسابقه فقط يعني. لكنه تدخل وراح قعد مع المصري وقعد مع المحله، واقنع المصري ان هم يتراجعوا عن ضم بابا فاسيليوس، وقعد مع بابا فاسيليوس واقنعه انه يقعد في المصري، وقدروا يجيبوا رجل اعمال تقريبا دفع الفلوس اللي كان عايزها بابا فاسيليوس، وكمل بابا فاسيليوس. لكن النهارده الاهلي عمل مباراه رائعه مع ضد غزل المحله، وانا بالنسبه لي يمكن لما بابا فاسيليوس نفسه لما مشي انا ما كنتش مبسوط يعني، لان وجود وجود جهاز فني مؤقت بقياده صابر عيد كان هيعمل دوافع جديدة عند لعيبة المحلة، وكان هيلعبوا بشكل عشوائي أكتر بحماس أكبر، كان هيبث فيهم الحماس يعني في اللعيبة، فكان الموضوع كان صعب جدا على الأهلي. لكن رجوع بقى فاسيليوس في الآخر أنت بتلعب بفريق منظم، فإذا كنت أنت بتلعب فريق منظم فسهل جدا إن أنت تكسبه في وجود مدرب زي مارسيل كولر الرائع. طبعا النهارده مارسيل كولر عمل تشكيل زي ما احنا شفناه، يمكن التشكيل كان بادئ بمحمد الشناوي حراسة المرمى، وكان اكرم توفيق، علي معلول عاد تاني اول مباراه يعود بعد كاس العالم، ومحمد عبد المنعم وياسر ابراهيم. طبعا محمد عبد المنعم اللي فرق كتير جدا في الدفاع الاهلي، اللي كان فيه مشاكل في وجود رامي ربيعه وياسر ابراهيم مع بعض. محمد عبد المنعم بشكل كبير جدا قدر يظبط الدفاع تاني في انتظار طبعا عوده محمود متولي ان شاء الله. في الوسط كان بيلعب اليو ديانج وعمرو السولية في غياب حمدي فتحي اللي عنده نزلة برد. امامهم كان الرباعي 4 لعيبه اللي هم برونو سافيو، وعلى يمينه كريم فؤاد، وعلى شماله احمد عبد القادر، وكانت المفاجاه في وجود بيرسي تاو كراس حربه. بيرسي تاو طبعا احنا عارفين نشاط بيرسي تاو، ان بيرسي تاو متحرك وبيتحرك كتير جدا، فعمل مشاكل كبير جدا على الدفاع بتاع غزل المحله، اللي هي فرقه مع وجود بابا فاسيليوس بتعتمد بشكل كبير جدا على البناء من تحت او بيلد اب، بيبداوا الهجمه من تحت، فلازم بيتحركوا من ورا لقدام بيطلعوا بالهجمه بيها. فوجود الرباعي اللي بيتحرك مفيش ديناميكيه في الحركه بين ال4 لعيبه بيتحركوا في كل مكان، اللي هو برونو سافيو اللي كنا بنشوفه كتير جدا موجود جوه ال 18، او على يمينه كريم فؤاد اللي احنا في اوقات كنا بنلاقيه موجود في الشمال، او احمد عبد القادر اللي كان بيخش جوه ال 18 كتير، او بيرسي تاو طبعا كان موجود كراس حربه بيضغط على 2 مدافعين وبيضغط على الحارس، وكان بيتحرك برده يمين وشمال وبينزل تحت، فالاربع لعيبه كانوا بيتحركوا بشكل كبير جدا، وكان في ضغط كبير جدا
على دفاع المحلة، أربك مدافعين المحلة، وفقد نادي غزل المحلة خطورته، وفقد طريقة اللعب بتاع بافيزيليوس اللي مش عارف هو يعمل ايه، يعني بقى يتفرج على الماتش زيه زينا. ضغط مستمر من الاهلي وفرص بتضيع، فرصة ورا الثانية من بيرسي تاو، فرصة من احمد عبد القادر اللي بيخش الجنب وبيضيع كورة، لغاية لما بتيجي الهدف الاول لبيرسي تاو من عرضية من علي معلول، بيترجمها بيرسي تاو لهدف. بعدها كرة تانية بيخش عبد القادر من ناحية الشمال وبيرجعها ورا لكريم فؤاد القاطع، ما يقدرش يلعبها، بتعدي منه بتروح لبرونو سافيو وبيحرز الهدف الثاني. بين الهدفين طبعا في خطأ كان من يمكن أول هجمة تقريبا المحلة، كان خطأ من الشناوي، شوطة لعبها اللاعب نيجيري مش فاكر اسمه، أوروك تقريبا حاجة كده بتاع المحلة، وقعت من ايدين الشناوي، كملها فوافي اللي كان الجون مفتوح امامه، لكن يمكن الشناوي لما تدخل الشناوي خلاه يحطها فوق، يعني يحطها بره. بعد كده يمكن في الوقت الضايع المحلة احرز هدف، بس كان باول فوافي كان اوفسايد واضح جدا، والحكم حتى الله يمان شاور له يعني. في الشوط الثاني طبعا الاهلي خلاص يعني انهى الماتش. بابا فاسيليوس حال لقى ان هو قصه انه يبني من تحت مش نافعه معاه، ووجود باول فوافي في الناحيه الشمال اكرم توفيق ما خلوش يلعب، راح ناحيه اليمين برده ما عرفش يعمل حاجه، فطلعوا بونشتين وبدا يلعب بشكل اكتر بقى كور طويله، ومبقاش يبني هجمه من تحت، لانه حس انه مش هيقدر يلعب بالشكل ده، مش هيقدر يبني خطه، يبني لعبه مع الاهلي. في الشوط الثاني طبعا الاهلي بدا يهدى وخلاص ان هو خد اللي هو عايزه، لكن برضه يعني كان في هدف يمكن احرزه برونو سافيو اتلغى بتاع التسلل، وهو كان فعلا في تسلل، لكن كان بقى يعني في تدخلات من الحكم الفار اللي هو محمود بسيوني زي ما احنا شفنا، يعني يمكن في تدخل عنيف جدا من لاعب اوروك تقريبا، او اللي هو اللاعب النيجيري بتاع غانا، داس على ركبه اكرم توفيق في كره تستوجب الطرد، لكن الفار ما تدخلش، ما اعرفش بقى هل كان الفار بايظ او ايه. بعدها تدخل في كره غريبه جدا، يعني الشناوي كان في كره معاه بيمشي بيها، طولت منه فراحت لاجويرو، فاجويرو دخل، الشناوي تدخل قبله وشاط الكوره وبعد كده اجويرو خبط فيه. الكوره طبعا عاديه جدا، بعد كده ردت احمد الشيخ، حاول يحطها في الجون، كان الشناوي صدها لتاني مره. الغريبه بقى ان الفار استدعى محمد الحنفي، ما اعرفش ليه، يعني هو شاف ايه في الكوره دي، فالكوره هو الشناوي تدخل، يعني هو لعب الكوره قبل ما اجويرو يخبط فيه، مش عارف كان عايز ايه يعني. لكن يعني هو لسه واضح ان لسه اثار السيد مراد لسه مستمره في الفار المصري، زي ما احنا شفنا في المباراه اللي فاتت، ماتش الجيش، وائل فرحان بيتدخل عايز يلغي ضربه جزاء، مش ضربه جزاء واحده، 3 ضربات جزاء، يعني تدخل من عمر رضوان مع اكرم توفيق، خبطوا بايديه في البوكس في دماغه، تردد بعد كده لسافيو وقف كره بصدره ومسكه ووقعه على الارض، راحت لعبد القادر وهو بيلم مسك رجله، وبعد كده مسك الكره، يعني 3 ضربات جزاء يعني. وائل فرحان استدعى الحكم محمد عادل، اللي يمكن حتى كلاتنبرج لام عليه ان هو ما حسبش بيلن من الاول خالص لاكرم توفيق، استنى لغايه لما حسبها لبرونو سافيو، لكن وائل فرحان كان عايز يلغي ضربه الجزاء دي حتى، واللي سمعناه يمكن بعد كده يعني حتى كلاتنبرج قال لك ان التدخل كان صحيح، وفي كلام عن انه وائل فرحان وقف لمده شهر او شهرين حاجه كده، وهيلعب في درجه ثانيه. ده اهم حاجه طبعا في المباراه ده، ان انت خرجت مباراه صعبه جدا، مباراه قمه الكره المصريه انجاز التعبير، لان الاهلي الاول والمحله الثاني، كانت مباراه مهمه جدا ان انت تكسبها، مباراه 5 على التوالي ب 15 نقطه كامله، وتبعد عن اقرب فريق ليك اللي هو كان المحله 10 نقط، بتفرق ب5 نقط كامله عنه. حاليا بقى يمكن الزمالك في المركز الثاني مؤقتا، يعني في رصيد 11 نقطة، في انتظار فيوتشر والاتحاد
الاتحاد، يعني الفتوش طبعا لو كسب هيبقى 13 نقطه، يبقى فرق نقطتين من الاهلي. والاتحاد لو كسب هيبقى 12 نقطه، فرق 3 نقط بينه وبين الاهلي. دول اللي هيعدوا الاثنين الزمالك. يعني حاليا الزمالك وبيراميدز الاثنين عندهم 11 نقطه في المركز الثاني والثالث تحت الاهلي. طبعا الزمالك كسب الجيش 4-0، مباراة غريبة جدا. يعني يمكن احنا شفنا الزمالك ملوش أي خطورة في المباراة. أحمد غندور كان بيحاول على قد ما يقدر إنه يجيب فاولات للزمالك، لأن دي كان مصدر الخطورة الوحيدة ليها، ومنها جه هدف المتلوتي بس كان متسلل، ومنها جه الهدف الثاني بكرة غريبة جدا، يعني بكرة ضعيفة جدا وبتلف، وحماد السيد بيأمنها، يعني ماشي معاها لغاية لما تخش في الجون. اعتقد لو باك كان ممكن يلحقها، يعني كان يعمل تاكلينج وجاب الكوره. يعني طبعا الجون ده قضى على الجيش تماما، وكان في الدقيقه 43 تقريبا او حاجه كده. كان هيخلص الشوط الاولاني. في الشوط الثاني كان ممكن الجيش يحاول بقى بدل ما هو بيدافع يبدا يهاجم، وكان يكسب كمان الماتش. الهدف طبعا قضى على المباراه، وقدر الزمالك يكسب 4 في نهايه المباراه. ده عن الدوري المصري. وطبعا اما عن كاس العالم، احنا كلنا طبعا بنهني المنتخب المغربي، وبنهني فوزي الأقجع اللي عامل حاجه رائعه يعني مع المغرب. النهارده المغرب بيوصل لدور الثمانيه في كاس العالم كاول فريق افريقي يوصل، كاول فريق عربي اسف، في قبل كده سبقوا كافريقيا غانا والسنغال اعتقد. ده اول فريق عربي يقدر يوصل لدور الثمانيه. فوزي الأقجع واحد اشتغل لمصلحة بلده، مش شغال مصلحته الشخصية زي هاني وريدة اللي موجود من قبل فوزي الأقجع بزمن كبير في الاتحاد الأفريقي وفي الاتحاد الدولي، لكنه ما عملش أي حاجة لخدمة مصر. كل اللي يمكن بيعمله لخدمة الزمالك، خدمة المصري البورسعيدي، خدمة نفسه طبعا، وخدمة أحمد مجاهد بقى والشلة اللي موجودة حاليا يعني. مبروك تاني طبعا لفريق المغرب، المنتخب المغربي. نتمنى له يقدم اكتر، ورغم ان المباراه صعبه مع مباراه البرتغال الجايه، لكن نتمنى له التوفيق باذن الله فيما هو قادم. اعتقد ده كان اهم الاحداث اللي حدثت في الفتره اللي فاتت. ولو عجبكم الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.